سلام شيرات، واش راكم؟ ان شاء الله ما تكونوا غاية. مرحبا بكم في قناة فاطمة الطبخ واسهل وصفات. اليوم البنات راح نحضروا حلوة بسيطة بالتمر. حلوة شابة بزاف سهلة، مكونات بسيطة. ودي لكم هذه الحلوة زعما كمية كبيرة. روحوا مكونات هذه الوصفة واش نحتاج. انا هنا راح نخدم كمية قليله، نتوما خدموا على حساب افراد العائله تاعكم. هنا عندي علبه تاع مارغرين 250 غرام، راح ندي النصف تاعها، النصف تاع العلبه يعني 125 غرام. راح ندي ربع كاس تاع السكر، شوفوا وين راه واصل، سكر كلاصي. راح ندي صفار بيضه وبيضه كامله. راح ندي مغرفه صغيره تاع لافاني ورشه تاع ملح والفارينه باش نجمع العجينه، ومغرفه صغيره تاع خماره تاع الحلويات، اي نص علبه، نص علبه تاع خماره تاع الحلويات. نشوف طريقه التحضير. واش نديرو؟ الحاجه الاولى نديرو مارغرين تاعنا، واللي هي نص العلبه تاع مارغرين. نتوما ديروا اي مارغرين تكون عندكم، انا كانت عندي هذه اول مره بنسيها، هذا مارغرين قلت نسيها ماشي موالف نخدم بها، انا موالفه بالصوب. هكذا نص علبه 125 غرام، هكذا درت نص علبه يعني زوج مغارف. واش نزيد لها؟ هذه المارغرين اللي بقات في المغرف، نزيد لها هذاك السكر كلاصي هكذا. نزيد لها بيضه كامله، بيضه كامله والصفار، صفار نقلع البياض هكذا، صفار بيضه. نزيدو مغرفه صغيره تاع لافاني. واش نزيد دوكا؟ ما نزيدش، رشه تاع ملح هكذا. هنا البنات نخلط مليح مليح. توجور نقول لكم المارغرين خرجوها من قبل من الثلاجه، مام البيض، باش تخدموا بها تساعدكم في الخدمه ما تجيكمش بارده. وهنا البنات نديروا الفارينه، الفارينه ما نطقش نقول لكم بشحال. ندير نص خماره تاع الحلويات هكذا، وخلوا نص يعني ولا مغرفه صغيره، نتوما ديروا بالمغرفه، مغرفه صغيره. ونبقى نجمع حتى نتحصل على عجينه طريه. توجور نقول لكم العجينه ما تنشفوهاش باش الحلوه تاعكم تجي طريه. كما كتشوفوا البنات هذه هي العجينه اللي نتحصل عليها، عجينه طريه. هنا نخلوها بجهه، ونجيو البنات هنايا عندي التمر كما راكم تشوفوا. راح نزيد له هكذا مغرفه صغيره هكذا تاع مارغرين، ومغرفه صغيره تاع لافاني، وراح نزيد له مغرف كبيره تاع ججران. هنا الا كان عندكم كاوكاو محمص زيدوا تاني مغرفه كبيره هكذا، ونعجنه مليح مليح. انا هنايا علاه درت له مغرفه صغيره تاع زبده، لاخش فورته كان في الثلاجه في الفريجيدير، ايا باش ما يجينيش بارد ويابس. ايا فورته شويه باش يطرالي هكذا. هنا البنات نشكلوه هكذا حربوش، ماشي غليظ وهكا صغير هكذا، على حسب الحلوى اللي باغيين نخدموها. هنا نشكله كامل نفس الطريقه هكذا. ديك المارغرين اللي درناها فيه تساعدنا باش نشكلوه. ديروه رقيق شويه ماشي غليظ، نتوما على حسب ما تبغوا فيها التمر بزاف ولا ماشي بزاف. هكذا نشكلهم كامل. هنا البنات جبت العجينه درتها على ورق بلاستيك، نجيو نحلوها هكذا، نحلوها رقيقه ما ديروهاش غليظه، راح نحلوها. وهنا البنات نجيب طابع نطبعها دوائر هكذا. هنا البنات زدت صغرت شويه هذاك الحربوش كيما نقولوا على حساب الحبه تاعي، ودرتها هكا في الوسط، ونحاول نغلق عليها هكذا غير قد اللي نديروه نغلق عليها. انا بغيتها نديرها هكذا، نتوما
ديروا الشكل اللي تبغوه هكذا 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 البنات. راح ندير معاكم حبة تانية هكذا. المهم هذا الحربوش ديروه على حساب الحبة هكذا البنات هكذا، ونغلق عليها هكذا. مهم زيروا عليها شويه. على قلت لكم ديروها رقيقه من غادي نلاقوها هكذا. شوفوا الشكل اللي نتحصل عليه كيفاش يجي. نشكلها كامل نفس الطريقه. هنا البنات شكلت الحلوى تاعي والفوق شعلته من قبل. ندخلوها طيب على نار ناقصه ونرجع معكم. هنا الحلوى تاعنا طابت، نخلوها تبرد ونرجع معكم. هنا البنات بعد ما بردت واش ندير؟ نجيب سكر كلاصي ونحاول نرشها هكذا. هنايا زعما لقيتهم مليح مليح ونرشوها هكذا بسكر كلاصي باش تدينا هكذا زعما شكل شباب. نرشها كامل كما راكم تشوفوا البنات. هذه هي الحلوى تاعنا. شوفوا كيفاش تجي، صدقوني البنات تجي شابه 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 بزاف، رائعه طريه، تجي روعه. راح نقسم لكم. شوف ها بلا ما نقسمها تفتت لي. شوفوا عاد انا حمرتها مليح مليح، وانا شوفوا هكذا نبغي فيها التمر هكذا بزاف. شوفوا حمرتها. نتوما تبغوا طيبوها صفراء كيما تبغوا. انا نبغي سيرتو هادو الحلوى نبغيهم طايبين زعما بزاف، سيرتو كي لقيت جهه مع جهه. ليسونسيال البنات ديرلكم زعما كميه كبيره. 2 مغارف مرغرين درت لي كامل هذه الكميه وتجي بنينه. ليسونسيال البنات انا بغيت نشاركها معكم هذه الحلوى تاع التمر. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم، واذا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. وان شاء الله في وصفه اخرى. الى اللقاء.